يا مساء الفل والجمال على كل عشاق السينما. في حلقة النهاردة استعدوا لأني هستعرض أقوى وأهم 10 أفلام جديدة هتنزل في الشهور الجاية من سنة 2026. السنة دي فيها خلطة سحرية هترضي كل الأذواق، من رعب بيحبس الأنفاس لأكشن بيكسر العظم لحد الخيال العلمي والدراما اللي بتلمس المشاعر. الفيديو ده هيكون مرجعكم الأول علشان تعرفوا إيه هي الأعمال الكبيرة اللي العالم كله مستنيها، ومين النجوم والمخرجين اللي راجعين بقوة بأفلام ميزانيتها بتناطح السحاب. فجهزوا نفسكم واعملوا كوباية الشاي المتينة واستعدوا علشان تعرفوا كل حاجة عن قنابل السينما اللي هتفجر البوكس أوفيس في 2026. وهنبدأ جولتنا بالرعب النفسي اللي بيحبس الأنفاس، ومعانا فيلم هوكو، واللي بيفتتح شهر مايو برعب من نوع خاص. الفيلم من إخراج العبقري داميان ماكارثي اللي أبهرنا قبل كده بفيلم أوديتي، والمرة دي بياخدنا في رحلة مرعبة لقلب أيرلندا. القصة بتبدأ مع روائي متخصص في قصص الرعب بيقرر يسافر لفندق قديم في أيرلندا علشان ينفذ وصية أهله وينصر رمادهم هناك. بس اللي ما يعرفوش بطلنا إن المكان ده مش مجرد فندق قديم، ده مكان بتطرده إشاعات مرعبة وحكايات عن أرواح مش سايبة حد في حاله. الفيلم بيضم النجم آدم سكوت اللي بنشوفه في دور بعيد تماما عن الكوميديا، ومعاه ديفيد ويلموت وفلورنس أورديش. فاستعدوا لجو عام مليان بالغموض والتوتر في مكان معزول وصدمات مش هتقدر تتوقعها. الفيلم ده جاي علشان يثبت إن الرعب الحقيقي مش بس في الوحوش، لكن في الأسرار اللي مستخبية تحت التراب. ومن رعب الفنادق المسكونة هننقل لنوع تاني من الرعب، رعب المسؤولية اللي بتحدد مصير ملايين البشر. تخيل إن حياة العالم كله واقفة على نشرة أخبار الطقس. يوم 29 مايو هنشوف فيلم بريشر، والفيلم بيحكي لنا كواليس أخطر 72 ساعة سبقت غزو دي دي الأسطوري. الفيلم بيضم كاست مرعب تمثيليا، الرائع أندرو سكوت في دور ضابط الأرصاد الجوية البريطاني جيمس ستاك، ومعاه العائد بقوة بريندن فريزر في دور الجنرال دوايت ايزنهاور. القصة كلها بتتمحور حوالين صراع الأعصاب بين ستاك وبين القيادات العليا للحلفاء. ستاك شايف إن الجو في بريطانيا هيكون كارثي وممكن يدمر أكبر غزو بحري في التاريخ، والقيادة شايفة إن أي تأخير معناه إن المخابرات الألمانية هتكشف الخطة وكل شيء هينتهي. الفيلم جاينا من إخراج أنتوني مراس مخرج فيلم هوتيل مومباي. إحنا قدام دراما حربية وتاريخية بتلعب على أعصابك في كل ثانية، وبتركز على الضغط الرهيب اللي كان شايله راجل واحد بس علشان يقول كلمة أيوة أو لأ في أهم لحظة في القرن العشرين. لو كنت بتحب أفلام زي أوبنهايمر أو ذا إلميتيشن جيم فبرشر هو فيلمك المفضل في 2026. وبعد ما شفنا ضغط الحرب العالمية نغير الموجة تماما وندخل في الإعصار الصيني القادم لنا في 29 مايو. لو بتدور على المتعة البصرية والقتال اليدوي العنيف فاستنى لحد ما تشوف فيلم ذا فيوريوس. الفيلم بيجمع بين أسطورة الفنون القتالية مياو تشي والنجم جو تسلم بطل فيلم ذا رايد، ومن إخراج العبقري كينجي تانيجاجي اللي اشتغل في أهم أفلام الأكشن العالمية. قصة الفيلم بتبدأ بكابوس لأي أب. ريني بنت المقاتل المحترف وانج وي بيتم اختطافها من عصابة دولية لتجارة البشر في جنوب شرق آسيا. وانج وي بيقرر إنه مش هيستنى الشرطة الفاسدة وبيبدأ رحلة انتقام وتطهير حرفيا بياكل فيها الأخضر واليابس. وفي طريقه بيقابل الصحفي نافين اللي بيدور هو كمان على مراته المختفية، والاتنين بيقرروا يتحدوا علشان يفككوا أخطر منظمة إجرامية في المنطقة. الفيلم ده هو الزتونة لكل حد بيحب أفلام زي جون ويك وذا رايد، قتالات حقيقية، سرعة خرافية، وقصة إنسانية بتخليك على أعصابك لحد آخر لحظة. فاستعدوا لمشاهد أكشن هتخليكم مش عارفين ترمشوا، ونرتاح شوية من ضرب النار وندخل في مبارزة تمثيلية من الطراز الرفيع. يوم 6 نوفمبر هو الموعد المنتظر لفيلم وايلد هورس 9، والمرة دي الأكشن مش بالعضلات، الأكشن بالمؤامرات السياسية على جزيرة معزولة. الفيلم ده بياخدنا لسنة 1973 في تشيلي، وتحديدا قبل الانقلاب العسكري الشهير. بس الحكاية مش في العاصمة، الحكاية في جزيرة الفصح الأسطورية وسط تماثيلها الغامضة. القصة بتبدأ لما رئيس المخابرات المركزية ام جي اللي بيقوم بدوره ستيف بوشمي بيبعت للعاملين المخضرمين كريس، واللي بيقوم بدوره جون مالكوفيتش، ولي، واللي بيقوم بدوره سام روكويل، وده علشان يقوموا بمهمة سرية للجزيرة البعيدة دي.
الصديقين القدام بيبدأوا يواجهوا ماضيهم المظلم وسط مؤامرات سياسية معقدة، بس الدنيا بتتقلب تماما لما كريس بيعمل علاقة صداقة مع طلاب متمردين، وده بيهدد ببوظان الخطة كلها وتحويل الجنة الهادية دي لساحة صراع غير متوقع. الفيلم ده هو الخلاصة لمحبي الأفلام اللي فيها حوار ذكي وكوميديا سودا وأداء تمثيلي هيخليك مش عايز تشيل عينك من على الشاشة. تخيل مالكوفيتش وسام روكويل وبوشيمي في جزيرة معزولة وتحت ضغط سياسي، النتيجة أكيد هتكون فيلم سينمائي للتاريخ. لو كنت فاكر إن الأماكن المهجورة هي بس اللي بتخوف، فاستعد، لأن المركز السادس هيغير نظرتك لأي ركن هادي في بيتك. فيلم باك رومز هو الحلم اللي اتحول لحقيقة لكل عشاق الرعب النفسي. قصة الفيلم بتبدأ ببساطة مرعبة، باب غامض بيظهر فجأة في قبر أو بدروم لمعرض موبيليا، ومجرد ما حد بيعدي منه بيلاقي نفسه محبوس في متاهة لا نهائية من الغرف الصفراء والدهاليز اللي ما فيهاش مخرج وأصوات لمبات الفلوريسنت اللي بتزن في ودنك طول الوقت. لكن الأخطر مش المتاهة، الأخطر هو الحاجات المستخبية في الزوايا الضلمة وبتحاول تصطادك. الزتونة في فيلم باك رومز هي الرعب من المجهول، واللي بيخليك تحس إنك في مكان مألوف بس فيه حاجة غلط جدا. لو بتخاف من الأماكن المقفولة والمتاهات اللي ملهاش نهاية، فالفيلم ده هيكون أصعب تجربة سينمائية هتعيشها في 2026. نطلع من كوابيس الباك رومز ونروح لجمال المحيط والمغامرة العائلية الأضخم. ديزني قررت تفاجئنا في صيف 2026 بنسخة لايف أكشن للأسطورة موانا، والخبر اللي هيفرح الكل إن الأسطورة دواين جونسون راجع بنفسه علشان يجسد شخصية ماوي اللي كلنا حبيناها. الفيلم بياخدنا لجزيرة موتني، بحيث موانا اللي بتقوم بدورها الموهبة الجديدة كاثرين لاجايا بتلبي نداء المحيط وبتقرر تخوض مغامرة خرافية ورا الشعاب المرجانية لأول مرة في حياتها. المهمة إنقاذ شعبها واستعادة التوازن للطبيعة بمساعدة ماوي. الفيلم جاي لنا من إخراج العبقري توماس كايل، وده معناه إننا قدام لوحة موسيقية وبصرية مذهلة. السر هنا هو إن ديزني بتراهن على نوستالجيا الفيلم الأصلي مع لمسات واقعية تخليك تحس إنك وسط المحيط بجد. فاستعدوا لأجمل رحلة بحرية في صيف 2026. ومن حب المغامرة نروح لجانب مظلم جدا من الحب، الجانب اللي الأمنية فيه بتتحقق وتدمر حياتك. يوم 15 مايو ميعادنا مع فيلم اوبسيشن. الفيلم بياخد تيمة الهوس العاطفي لمناطق مرعبة ومظلمة جدا، والقصة بتبدأ بشخص نفسه إن ست جميلة جدا تقع في حبه وأمنيته بتحقق فعلا، بس السعادة ما بتدومش كتير. البنت بتبدأ تظهر عليها سلوكيات غريبة ومريبة، والحب بيتحول لهوس قاتل. تصرفاتها بتبدأ تخرج عن السيطرة، وكل حركة بيعملها البطل بتبقى تحت المراقبة، لدرجة إن حياته بتبقى في خطر حقيقي من الشخص اللي كان بيحلم بكلمة منه. الزتونة في فيلم أوبسيشن هو إنه مش محتاج وحوش أو فضائيين علشان يرعبك. لو بتحب أفلام الرعب النفسي اللي بتخليك تلف وراك وانت ماشي، فالفيلم ده معمول علشانك في 2026. وصلنا للتوب 3، والمركز الثالث محجوز لعشاق أجواء الثمانينات الغامضة اللي شفناها في سترينجر ثينجز، فيلم الصيف ذا إند أوف أوك ستريت. والفيلم بيجمع لنا أول مرة آن هاثاوي ويوان ماجريجور في تجربة سينمائية فريدة من إخراج المبدع ديفيد روبرت ميتشل. قصة الفيلم بتبدأ بهدوء مريب في ضاحية أمريكية سنة 1980. عيلة بلات بتبدأ تلاحظ حاجات غريبة وغير منطقية بتحصل في منطقتهم، وفجأة بيحصل حدث كوني مرعب بينقل الحي السكني بتاعهم بالكامل لمكان مجهول ومظلم ملوش أي وجود على الخريطة. العيلة بتضطر إنها تتحد علشان تنجو في العالم الجديد ده وتفهم إيه اللي حصل وإزاي يقدروا يرجعوا لبيتهم قبل فوات الأوان. السر في الفيلم ده هو الغموض النفسي والخوف من المجهول، مع لمسة خيال علمي هتحسسك إنك في كابوس مش عايز تفوق منه. ووجود أسماء تقيلة زي هاثاوي وماكريجور بيضمن لنا أداء تمثيلي هيخلينا نعيش الرعب والتوتر معاهم في كل لحظة. فاستعدوا الرحلة لنهاية الشارع اللي مفيش بعدها رجوع. ومن شوارع أمريكا في الثمانينات نسافر لآلاف السنين في المستقبل ونستعد لختام الملحمة اللي هزت أركان السينما العالمية. يوم 18 ديسمبر الميعاد اللي العالم كله مستنيه لفيلم دون بارت 3. الفيلم بيكمل لنا رحلة بول أدريدس اللي بيقوم بدوره النجم تيموثي شالامي، بس المرة دي مش كمحارب، المرة دي كإمبراطور للكون كله. القصة بتبدأ بعد صعود بول للعرش، وبنشوف الضريبة المرعبة للسلطة، حرب مقدسة
انتشرت في المجرة كلها باسمه، ومؤامرات سياسية من كل جهة بتحاول توقعه. بول بيلاقي نفسه محاصر بين الرؤى اللي بيشوفها للمستقبل وبين محاولته لحماية تشاني وإنقاذ البشرية من دمار هو الوحيد اللي شايفه. المفاجأة الكبيرة هو عودة جيسون موموا بشكل غير متوقع هيقلب الموازين. الزتونة في الجزء ده هو الصراع النفسي العميق، هل بول بطل ولا ضحية القدر؟ مخرج الفيلم فيلينوف وعدنا بفيلم بصريا ملوش مثيل وموسيقى هانز زيمر اللي هترج في قاعات السينما. واخيرا وصلنا لنمبر 1. الانتظار خلص، والبطل اللي الكل نسيه راجع علشان يثبت انه الاقوى. يوم 31 يوليو ميعادنا مع الحدث السينمائي الاضخم في 2026، سبايدر مان براند نيو داي. احداث الفيلم بتبدا بعد مرور 4 سنين كامله على احداث فيلم نو وي هوم. بيتر باركر دلوقتي شاب ناضج عايش في عزله تامه وممسوح من ذاكره كل اللي بيحبهم حتى ام جي. بيتر قرر يكرس حياته بالكامل لسبايدر مان وبس، بيحارب الجريمة في شوارع نيويورك اللي مبقتش عارفة اسمه. لكن الضغط النفسي والجسد الرهيب بيخلي جسمه يمر بتطور فيزيائي ومفاجئ ومرعب بيهدد حياته. وفي وسط كل ده بتظهر موجة جرائم غريبة وغامضة بتمهد لظهور واحد من أقوى الأعداء اللي واجههم في حياته. المفاجأة الكبيرة هو انضمام مارك رافالو، وكمان الخبر اللي هيفرح عشاق الأكشن الحقيقي هو عودة جون بينثل في دور ذا بانشر. الفيلم جاي لنا من إخراج داستن دانيال كريتن، مخرج فيلم شانغ شي، وده معناه إننا قدام أكشن وقتالات يدوية بمستوى عالمي. الخلاصة في الفيلم ده هي البداية الجديدة لبيتر باركر، سبايدر مان وحيد وناضج وبيواجه خطر وجودي هيغير عالم مارفل للأبد. وبكده نكون وصلنا لنهاية جولتنا في عالم سينما 2026. زي ما شفتوا السنة دي مش مجرد أفلام، دي تجارب بصرية ومشاعر هتفضل معانا كتير. سواء كنت مستني صراع الإمبراطوريات في فيلم دون أو البداية الجديدة لسبايدر مان، الأكيد إننا قدام سنة سينمائية تاريخية. إيه أكتر فيلم من ال10 اللي أنا استعرضتهم النهاردة هو اللي واكل عقلك ومستنيه على نار؟ وهل شايفين إن 2026 هتقدر تتفوق على السنين اللي فاتت في البوكس أوفيس ولا لأ؟ مستني رأيكم في التعليقات. ورجاء ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني باللايك الجميل وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان تفضلوا دايما في قلب الحدث. واشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي.